الزمالك يتقدم بالثلاثة والاتحاد يسجل هدفين في شوط أول ساخن جدا. ده موجز اللي حصل في الشوط الأول اللي تأرجحت فيه النتيجة أكثر من مرة، ومع ذلك كان الزمالك أكثر امتلاكا للكرة. الاتحاد السكندري تأثر بطرد لاعب في الدقيقة 30 ودي كانت نقطة التحول في الشوط. إنما اللافت للنظر في الحقيقة هي الحالة الغريبة جدا لحراس المرمى وللمدافعين واللي ظهرت بوضوح في الشوط الأول. إيه اللي هيحصل في الشوط الثاني ده اللي هنعرفه، وبعد كده نرجع بعد المباراة مع نجومنا في الاستوديو إلى ملعب المباراة. محبي وعشاق شاشة نايل سبورت وشاشة التلفزيون المصري، مع بداية أحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء، لقاء فريق نادي الزمالك المتقدم 3-2 على فريق نادي الاتحاد السكندري. وهايلايتس سريع لأبرز أحداث الشوط الأول من هذا اللقاء مع المخرج إبراهيم مبارك. آدي الهدف الجميل لشيكابالا الحقيقة، 3-2 لفريق نادي الزمالك وفريق نادي الاتحاد السكندري منذ الدقيقة 30 من عمر أحداث الشوط الأول. بيلعب ب10 لاعبين بطرد اللاعب السيد فريد رقم 2. ده الهدف الثاني لأوتو بونج اللي أحرزه بشكل حلو قوي لما اتلعبت الكرة من الهاني سليمان حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري. الشوط الثاني نتمناه الأفضل، الشوط الثاني يعني نرغبه أن يكون الأحلى كمان ويكون في أداء جميل. ادي بقى شوفوا شيكابالا عدت الكرة وخدعت الكل ومرت إلى داخل الشباك. عمرو الصفتي ما لمسهاش، هو عايز يديها الشكل بتاعها، لكن الهدف لشيكابالا. جماهير نادي الزمالك في سعادة. بقول لكم فوز نادي الزمالك النهارده في هذا اللقاء يجعله يغرد خارج السرب تماما، ينطلق وينفرد بالقمة تماما، هيبقى عنده 27 نقطة. ولكن خسارة الاتحاد لو قدر الخسارة يعني تضم يعني تخلي جراح نادي الاتحاد السكندري تتزايد. نتابع مع بعض لسه مع الهايلايتس بالنسبة للشوط الأول أو أبرز أحداث الشوط الأول. لحظات وننطلق مع بعض مع بداية أحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. إن شاء الله نتمتع بشوط جيد زي ما شفنا 5 أهداف في الشوط الأول، نشوف أيضا أهداف في الشوط الثاني سواء هنا أو هنا. في النهاية هيفوز فريق ويخسر الآخر، وبالتالي أو المباراة تبقى درو. كل شيء وارد في عالم كرة القدم. أدي عادل عقل ده الحكم الرابع، وأدي هنا بقى يعني محدش يقدر يفرق إبراهيم وحسام. ده إبراهيم حسن مدير الكرة. ولكن نتابع لحظات وتنطلق أحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء.